حضرتك أستاذة سوزان، وحللتي علينا، واهلا وسهلا فيك. يعني شرفتينا ونورتينا، وزيارتك غاليه علينا وعزيزه جدا. نحن جدا سعداء صراحه بلقائك في البتول، وصراحه تحدث الشيخ حسين حولك وحول شخصيتك وايضا خلينا نقول ابداعاتك في العمل، وجدا سعداء صراحه نلتقي بمراه لبنانيه تحمل هذه الصفات وبنفس الوقت هي داعيه لافكار سماحه المرجع الشيخ اليعقوبي. صراحه يعني انا اللي بدي اقوله سماحه الشيخ اليعقوبي هو فينا نقول هو المربي والاب لكل انسان مثقف حامل رساله علميه يريد يوعي ويثقف الناس، لانه سماحه الشيخ طلع من حاله اللي نحن نقول التقليديه، المرجعيه التقليديه. سماحه الشيخ مرجعيته منفتحه، وحاول هذا المجتمع، وهمه الوحيد على فكره سماحة الشيخ هذا اللي أعجبت فيه أكثر، إنه بعد الانتصار على صدام وزوال صدام من الوجود، كل من كان يسعى إلى وجود نفسه سياسيا، ونصر الشعب العراقي اللي كان مدمر تحت طاغية صدام. سماحة الشيخ حاول يعمل إعادة بنية، نحن نقول إنه احترامي يعني للمجتمع العراقي في البنية التحتية، عادة راحوا هن للبنية الخارجية، نحن بنقول مثلا بنايات، دائما بنبني بنايات وتضل مثلا الأساسات ما تكون متينة، المجاري الصحية بعدها بتطلع روائح نتنة إلى ما هنالك. هذا نحن التعبير يمكن شوي صعب، ولكن هذا للأسف بالمجتمع العراقي، هيدي الناس اللي عاشت تحت ظلم صدام صار عندهم حالات نفسية، ردة فعل اللي نحن بنعرف اللي صار من بعد صدام ومقتل الحكيم وجماعة الصدر، وهيدي كلها متداخلة ببعض. يعني نحن دائما عم المجاملات عم تخلينا نتخبى ورا اصبعنا. سماحة الشيخ اليعقوبي طلع منهم كلهم. سماحة الشيخ اليعقوبي أراد إصلاح هيدي البنية، قال بدنا نبلش من التمديدات. بالضبط. لما أنت بتيجي لعمري البيت إذا ما في تمديدات كهرباء صحيحة، أسلاك جيدة، كله خراب، بضاينك سنة سنتين بعدين بده يحترق البيت. بالفعل. سمعت الشيخ لا، قال أنا ما بيهمني الحجارة، ما بيهمني الصباغ، ما بيهمني الأساس، بيهمني هذا التعبير يمكن أكثر شيء نقدر نوصل الفكرة، التمديدات الأساسية اللي هي بتخلي كل ما أسست مظبوط للبناء كل ما يرتفع بشكل صحيح وبيضاين لمستوى اكبر، يعني بيعمر اكثر بهيدي الازمان، بهيدا الزمن. محاربه الشيخ اليعقوبي اللي حاربوه هن جهله، لأقول لك ليه؟ لانه ما تعلموا. كل من بده يوصل على منصب مهم يوصل على منصب، شو هو؟